السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مامة نورسين ودي قناتي، قناة مطبخ ام البنات. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الكوبايات الجاهزة بمقادير اقتصادية، وبربع كيلو دقيق هنعمل 11 كوباية. عندي هنا ربع كيلو من الدقيق بما يعادل كوبايتين مجين، ومعلقة هرمية من الدقيق، ده كده يبقى ربع كيلو بالظبط. هنخله بقى النخلة كويسة بتاعته كده عشان ادخل فيه الهواء ولو في اي تكتلات. وبعد ما هنخل ربع كيلو من الدقيق هنزل بكيس من الكيك شيف او البيكنج باودر اللي متاح عندك، وهنخله او خميرة الحلويات. وبعد كده هنزل بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام الاسباني، كاكاو مر يا بنات مش مفهوش سكر. وهبتدي برضو ان انا انخله واعمله بالمعلقه كده لو في اي تكتلات. وبعد كده هقلب الخليط الجاف بتاعي دوت مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبه على جنب لغاية لما نشوف الخطوة التانية. هجيب بقى شفشق الخلاط بتاعي، وعندي 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. هحط 3 بيضات في الخلاط بدرجة حرارة المطبخ. النهاردة المقادير بتاعتنا سهلة وسريعة، كله في الخلاط، مش هنبهدل بقى ولا مضرب كهربائي ولا اي حاجة. وهحط كمان ذرة ملح كده عشان تعادل الطعم وتدي فوم كده للبيض بتاعي. وهحط فانيليا سايلة او بودر المتاح. وهحط كوباية ونص من السكر الحبيبات، مش سكر بودرة، سكر عادي. وهبتدي بقى ان انا اضربهم كده في الخلاط لحد ما يبتدي السكر يدوب معايا خالص، واحس ان هو الخليط بتاعي ما بقاش فيه اي حبيبات من السكر. وبعد كده هنزل بنص كوباية من الزيت بالتدريج، وبعد كده كوباية حليب سخن او مغلي. هتقولي لي الحليب مش هيسوي البيض او كده، لا. الحليب السخن فايدته ان هو بيخلي الكيكة هشة كده وطرية، ومش مش بيعمل الكيكة يعني، مش بيبوظ الكيكة ولا بيخلي البيض بتاعنا يستوي ولا اي حاجة، لان طبعا في مكونات غيره فهو ما بتبقاش درجة حرارته يعني تأثر على البيض ولا اي حاجة. خلصت بقى، حطيته على الخليط الجاف بتاعي وقلبته بالمضرب اليدوي لحد ما بقى الخليط زي ما انتوا شايفين كده. ببتدي اقلبه بقى بالاسباتيولا من تحت لفوق عشان لو في اي تكتلات في البولة بتاعتي اكون اي خلاص قلبتها بالاسباتيولا بتاعتي. هجيب بقى اي دورق عندي وهفضي فيه الخليط بتاعي، وهجيب الكوبايات اللي هعمل فيها الكيك، وهي كوبايات القهاوي او الكوبايات الجاهزه اللي بتتباع عند اي حد من بتاع مستلزمات الاوراق دوت والحاجات دي والاطباق الفل والحاجات دي. الكوبايات دي رخيصه يا بنات مش غاليه. الكوبايات ديت ال27 كوبايه ب10 جنيه. تمام، لو انت هيبقى استخدامك ليهم كتير هاتي ال27 يعني ب10 جنيه. هتعملي الوصفة دي بس هاتي على قد ما هتعملي كام كوباية. هو الخليط اللي انا عملته ده عمل معايا 11 كوباية. اهم حاجة يا بنات لما تيجي تملي الكوباية ما تمليش اكتر من نصها، عشان خاطر هو لسه هيتضاعف حجمه في الفرن وهيزيد، عشان خاطر ما يطلعش بره الكوباية. نص الكوباية بالظبط وبس كده. الكوبايات دي ما بيحصلهاش اي حاجه في الفرن يا بنات ولا اي حاجه. وزي ما هتشوفوا دلوقتي بعد ما تطلع من الفرن هوريكم شكلها عامل ازاي والكيك عامل ازاي. هنا بقى انا بدلت الصينيه عشان خاطر حسيت ان الصينيه التانية اصغر، وبتخبطي الكوبايه بتاعتك خبطتين كده عشان خاطر ما يبقاش فيها فراغات هوا كتير الكيكه، وتبقى المسام بتاعتها كويسه. هروح بقى احطها على فرن متسخن من قبل منها. وبعد كده بعد ما تستوي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وبختبرها بخلة شيش طاووق، بعد كده بطلعها من الفرن. ده الشكل بتاعها. ممكن افكها من الكوبايات عن طريق ان انا اقطع الكوبايات كده زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى على قد الحجم اللي انا حطيته على قد ما عليت فوق اهي. كمان هشة وطرية، وكمان طعمها حلو جدا جدا. بصوا بقى طرية ازاي، اسفنجية خالص، طعمها كمان كان حلو جدا. الطريقة التانية ممكن تحوطي عليها بالسكينة كده من الكوباية حوالينها، هتلاقيها طلعت معاكي على طول.
وده الشكل بتاع الكيك بتاعي بعد ما طلع. اتمنى يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع الف سلامة.